السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فكرة وطبخة مع ام سلمى، والنهاردة فعلا عندنا فكرة بالطاجن ده. هنعمل معاه الحواوشي او بالحواوشي، وكمان في طاسة ألمونيوم. الاول هنشوف الطريقة. حوالي 4 بصلات وربع كيلو فلفل متخرط ناعم، والتوابل بتاعتنا ملح وكمون وكزبرة وبهارات وتوم باودر، فلفل اسود. تظبطي بقى الملح بتاعها طبعا، وبتدوقيها في الاخر بعد ما تتقلب. هنا حطينا كله على بعضه، تخرطيه ناعم كله على ايديكي. لو مفيش كبة مش مشكلة خالص، تقدري تعملي مثلا بصل بالمبشرة. وهنا شطة لو مفيش فلفل حراق اخضر. وده كيلو الا ربع لحمة مستوردة بحوالي 150. فانا بس قلت اقول لكم لان هي فيها دهون اصلا نفسها، فمش هنحط لها اي دهون ولا اي حاجة تاني. بس احنا ازاي نسويها حلو والدهون بتاعتها. طبعا لو ما عندكيش وقت وجهد وعندك الكبة تعملي في الكبة، بس لو ما فيش هتعمليها بايديكي وعادي جدا هتبقى حلوة جدا. هنا بعد ما فرمتها في الكبة هفردها في العيش، برضو عيش عادي من الفرن، مش لازم عيش يعني تخين محمل، لا هو العيش العادي ده. وطبعا انا لو عايزه اخلص بسرعه، والطريقه دي انا يعني ايه اكتشفتها وانا واقفه عايزه اخلص بسرعه، اعمل ايه؟ مش هقعد استنى الطاسه واعمل رغيف رغيف وافضل واقفه قدامه اقلبه كويس، لا. تجيبي طاسه ألمونيوم وتروحي حاطه فيها الزيت، وبعد ما تسخن تحطي فيها العيش، وبتحطي طاجن فوق العيش. بيعمل ايه بقى؟ بيحتفظ بالحرارة، بيبطط الرغيف، بيخليه يستوي كويس. الدهون اللي فيه بتطلع في العيش، بدل ما نقعد نحط زيت وبدل ما الرغيف يتحرق بنضطر ايه نعمل زيت كتير الاول من بره. لا، هو زيت في الطاسة في الاول. كل ما نلاقيها مثلا ناشفة بنعملها بالفرشة كده، وبتسيبي الطاجن وتبقى النار واطيه زي ما شفتي كده، وبتقلبي. شوفي بيبقى ماسك نفسه ازاي وجوه بيستوي فعلا. فبجد الطريقه سهله جدا وسريعه. طبعا مش هتقفي على طاسه واحده كده، هروح جايبه ان شاء الله صينيه الكيك، اي صينيه عاديه، هتعملي فيها رغيفين مع بعض. ولو عندك طبعا طواجن، طب ما عندكيش طواجن او طاجن واحد هتعملي ايه؟ هتشوفي دلوقتي. هنبطط برضو بطاجن. شوفي الرغيف لونه عامل ازاي، ماسك نفسه ازاي كده في الاول، لانه بيبقى لسه ما نزلش دهون ولا سخن. شوفي سواه بيبقى مظبوط وماسك نفسه. فدي صينيه تيفال بتاعت فطير، هي مفروده كده. انا هعمل برضو فيها هتشوفوا. ولو عندك تيفال وعايزه تعملي فيه بنفس الفكره برضو، بس تغطيها عشان التيفال ما يتحرقش. الاجزاء العريانه منها دي اللي ما فيهاش عيش ولا حاجه، لما تبقى الطاسه متغطيه البخار ده هيحافظ ان التيفال ما يتحرقش. طيب ما عندكيش طاجن بقى لكل طبق ولا لكل رغيف، هتروحي مبططه كده الرغيف بالطريقه ديت اللي احنا عملناها. كل العيش تبططيه كده وتتكي بجنب الطاجن كده. شوفي انا هنا عملته كله مع بعضه، وبيبقوا تقلبتين 3 مش تقليبات كتير، وبتسيبي ايه الطاجن فوقيهم والنار تبقى واطيه بيستوي وتعملي بسرعه. عملت 18 رغيف، يعني مش عايزه اقول لكم في اقل من ساعه كنت عامله الخلطه كلها بسرعه ومظبطاها. وده اللي اتبقى من الكميه اللي انا عملتها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير بجد، عشان ناس كتير هتستفيد من الفكره دي. والف شكر ليكم مشاهدتكم. سلام عليكم.